السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة هنعمل فيديو سريع كده بسرعة. هنعمل البيض اللي بيتعمل في المطاعم، بيتعمل بطريقة جميلة جدا بصراحة. ما انا عرفت السر الطعم، فقلت والله لازم اوصل لكم المعلومة دي. جبت بيضتين كده وسلقتهم، وبقطعهم بالقطاعة شرايح كده، او ممكن تقطعهم بسكينة عادي لو انتي ما عندكيش قطاعة زي دي، ما فيش مشكلة خالص. ممكن تهرسيه بالشوكة برضه، ما فيش مشكلة. بالطريقة اللي تريحك. تقطيع البيض ده هو بيهرسه بالشوكة، فانا قلت اغير الشكل شوية واعمله بالقطاعة دي. تقطعه زي شرايح كده زي ما انتم شايفين كده، الصفار والبياض. بصراحة حلوة يعني، وعندي ولادي بيحبوا ياكلوا البيض قوي بالطريقة دي، بيحبوا يقطعوها كده حتى لو يعملوها سندوتشات يعني. القطاعة دي عملية قوي، وعندي بصراحة من قديم الأزل بقالها كتير جدا. نبتدي بقى نتبله شوية، نص معلقة صغيرة كده كمون، رش كده عليه على البيض، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، رش كده نص معلقة صغيرة، كتريش يعني. يجي بقى السر اللي هو هوريهولكوا دلوقتي حالا. السر بتاع المطاعم اللي بيخلي البيض حلو الخل. تخيلي، هو ده اللي بيخلي البيض اللي في المطعم اللي بيقدمه مع الفول طعمه حلو. هنحط معلقة خل على التوابل كده عشان تشرب، كله يشرب مع بعضه زي ما انت شايفة كده. بقلبه كله في الخل والفلفل والكمون. الملح بقى، عايزة تحطي ملح حطي. حطي مثلا نص معلقة ملح صغيرة، او مش عايزة تاكليه كده بالكمون، بيبقى طعمه برضو حلو جدا. والسر التاني هو بقى الطحينة. طحينة على البيض، طحينة على البيض. دوقيها كده وجربيها وتدعيلي، بتخلي البيض في عالم تاني خالص خالص، بتخلي طعمه حلو قوي. ممكن تهرسيه كده بالطحينة، ممكن تسيبيه زي ما هو وتغمسيها زي ما هي كده. بجد الطحينة مع الخل والتوابل بتخلي البيض جميل جدا. انا ما كنتش متخيلة انه يبقى حلو كده. كل شوية ولادي يقولوا لي البيض في المطعم بيبقى طعمه حلو وسره مش عارفين الطعمة دي جاية منين، لحد ما بحثنا كده ودورنا المطاعم بتعمل البيض الجميل ده ازاي. السر كله في معلقة الخل ومعلقتين طحينة كده على البيض، هو ده اللي بيدي الطعامة كلها كلها للبيض بصراحة. مع رغيف كده، او رغيف سخن كده وتغمسيه لوحده. ممكن تحطيه جنب طعمية وفلفل فطار، مفيش مشكلة خالص. زي المطاعم كده ما بتعمل. بص الجمال، بص الحلاوة. بذمتكم ما نستاهلش بقى اشتراك للقناة مع الفيديو الجميل ده؟ جربيه ان شاء الله، هتطلع حلوة قوي بجد، طعمه جميل جميل جميل. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسوش اللايك الجميل.